بعد قرار دخول مصر حرب فلسطين سنة 1948 قبلها بأسبوعين بس كان قرر مجلس الأمن بحظر بيع الأسلحة للدول العربية اللي هتشارك في حرب فلسطين. ونظرا لضيق الوقت اضطرت الحكومة للتحايل على القانون وأجرت صفقات أسلحة مع شركات أسلحة أجنبية تحت غطاء أسماء ووسطاء وسماسرة أجانب، وده اللي فتح الفرصة قدام حاشية الملك فاروق لتحقيق مكاسب ضخمة وعمولات غير مشروعة بجلب أسلحة رديئة وغير قابلة للاستخدام أو الاستعمال وبأسعار باهظة وعالية الثمن. ويعتبر مفجر هذه القضية هو الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي كتب عنها في جريدة روز اليوسف. وطالت القضية بعض من رجال وحاشية الملك فاروق، لكن في الحقيقة لم ترد أي تقارير أو أدلة أو حقائق إن الملك فاروق نفسه كان متورط في صفقة الأسلحة الفاسدة، بل والأدهى إنه لم يكن يعلم عنها غير في الصحف والجرايد المصرية. وهنا نقدر نقول إن الصفقة كانت بمثابة المسمار اللي ضرب نعش الملك فاروق، أو القشة التي قسمت ظهر البعير، لأن الفكرة اتروج لها في التلفزيون والإعلام والجرايد، وأصبحت ملتصقة في أذهان المصريين إن الملك فاروق نفسه هو من خان الجنود المصريين في حرب فلسطين سنة 1948. واستغل الضباط الأحرار تلك القضية للترويج لثروة 23 يوليو 1952 لخلع الملك فاروق وإسقاط آخر ما تبقى من الأسرة العلوية وإنهاء الملكية وإعلان الجمهورية.